السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال وصحه جيده. تحت طلب بزاف ديال البنات اللي طلبوني في اخر فيديو منين وريتهم دوك الكوفرليات اللي خديت الناموسيات ديال ولادي ديال بلاصه. طلبوني نوري لهم العنوان وانا مشيت وشاركت معاهم حتى المحل وشنو عنده. بصراحه انا درت لكم واحد الجوله خفيفه عنده تشوفوا شنو عنده. الصراحه عنده داكشي زوين ورائع. هو هذا راه كاين في البال في سوق مبروكه اللي كاين في مكناس. كيبيع هكا الكوفرليات الكويتات، يعني كاع داكشي اللي متعلق ببيت النعاس المخدات كلشي عنده. والكاليتي هي المهمه، الكاليتي واعره، لان هادشي ديال الخارج راكم عارفين البال ديال الخارج. وحنا ماشي ديما نبقاو نشريو غير جديد، هنا راه كتلقاو دي بياسات اللي ما تلقاوهمش في الجديد وبثمن مناسب جدا. كيف قلت لكم انا كنت شريت هذوك ديال بلاصه، شريتهم ب 40 درهم الواحد، مع العلم انني لقيتهم ب 5000 ريال او 6000 ريال الواحد. والثوب ديالهم كان الكاليتي ديالو ما زوينش، هذا الكاليتي ديالو غزال. لقيت ديال بلاصه ديال جوج، المهم عنده بزاف الاشكالات والانواع. هنايا كنوريكم شنو لقيت عنده. هو كيجيب السلعه من السبت للسبت، وفاش غنسالي انا نوريكم بلاصه فين كاين بالضبط. هنايا هذا كتخشى فيه غير ملايه رقيقه ولا شي حاجه صافي وكتحطوه فوق الناموسيه. المهم هذا هو بحال اللي شريت ديال ولادي، ولكن ديال جوج بلايص. زعما واحد الثوب، واحد داك حتى داك يعني داك البونج او القطن اللي كاين لداخل غزال. شوفوا هانتوما الغطا ديال الناموسيات 80 درهم فن ومدوبل. والله العظيم الا زعما واحد الاثمنه مناسبه بزاف. هنايا هذا لقيتو هو حتى هو هاوس دو كويت، كتخشي فيه الكويت وكبير تبارك الله. عنده البلاصه منين فاش كتخشي الكويت، اما كاين اللي كتسديه بالسنسله، كاين اللي كتسديه بالصديفات. المهم ومنزل المخاد كاع اللي بغيتو هنا. حتى هذا راه يعني باش كتغطي الناموسيه، كاين الشكالات والانواع. وكيف قلت لكم كتلقاي الكاليتي زوينه، ما تلقايهاش في الجديد، والله ما تلقاوها في الجديد. ولقيت هذا هو باش كيغلفوا الفوتوي كامل، يعني حتى الا ما جاكمش العبار ممكن يتقادوه. والله الا لقيتو زعما شي حاجه اللي زوينه. لقيتو في البلو ولقيتو عنده في النوار. المهم انا كنوريكم شنو لقيت عنده دابا. ما قلبتش مزيان ولكن منين وعدت البنات انني غنمشي ونصور لهم ونوريهم الادريسه زعما فين كاين، باش هكا اللي بغات تشري ولا اللي بغات تشوف. والناس اللي كنلقى عنده يعني ناس مهمين وكيجيو وكيشريو هاد السلعه هادي، لان عارفين راسهم ما غاديش يلقاوها في اي بلاصه. شوفوا هذا عنده بزاف ديال الالوان. هذا هوس دو كويت، كاين في الغوز، في الصومو، في الكري. كتدخلي في وسط منه داك الكويت ديالك صافي، وكتحطيه فوق، غير تحطيه فوق الناموسيه وغير بوحدو تغطيه به، لان كيف قلت لكم الكاليتي ديال الثوب زوينه. بالنسبه لهذا هو باش كتخشي الناموسيه بلاستيك، انا عاد فصلت واحد لان الناموسيه ديالي العبار ديالها شويه كبير. والله العظيم الا الثوب 80 درهم المتر، خديت 3 متر وطاح عليا تقريبا ب 5000 ريال. هنا وريتكم هاهما هاد العمارات هادو راه في الشارع اللي كيطلع المرجان وكاميليا. هانتوما سوق مبروكه، سيروا طلعوا حتى للفوق. شوفوا هاد العماره هادي، غير طلعوا حتى للفوق راه غتلقاوه هو هذا. وفي سوق مبروكه نيت لقيت واحد تيبيع الماعن، لقيت عنده هاد القريعات هادو راهم معروفين، ولكن الثمن ديالهم جاني مناسب، من الكبيره حتى الصغيره كلهم ب 300 ريال، يعني 15 درهم الوحده. واللي زوين فيهم ان هاد الغطايه هادي داك البلاستيك اللي فيها زوين تيتحكم، يعني ماشي داك الغطايه ولا الغلاقه اللي كتحطيها في القرعه وكتبقى كتزعزع. يعني اي حاجه درتيها غادي تبقى زوينه مقرمشه طريه، درتي فيها سوا اللوز او يعني اللي عجبك. المهم داك الشيء كيبقى محافظ لان ما كيدخلهاش الهواء. وبانوا لي هنايا حتى واحد جبانات نيت من نفس الستيل ديال هذوك القريعات هما هادو. حتى هادو يمكن واش 13 درهم واش 15 درهم، والله ما عقلت. حتى هما الغطايات محكمين تيتغلقوا. وهكا الانسان غادي يشري واحد البواطه ديال البلاستيك اللي ما غاديش يستافد منها، لان البلاستيك راكم عارفين الا ما كانش يعني خاص يعني غذائي، خاص بالحاجه اللي كتحط فيها الماكله، راه ما كيكونش صحي. اللهم نشري هاد القريعات ولا هاد الجبيبينات ديال الزاج. هنايا هاد اللي هزيت حتى هي، شوفوا هادو اللي ارجونتي الغطايه ديالهم حتى هما قال لي 13 درهم الوحده. المهم راه وريتكم فين كاين. دابا هنايا جيت نوريكم الناموسيات اللي عاد خديت لولادي.
ميديكال غزالين، فيهم واحد الطرف الفوق مشدود بالسلسله، هما قاصحين لداخل ولكن هذاك الفوقاني رطب بزاف، وهذاك هو اللي كتحيدي الا بغيتي تصبنيه ولا تشمشيه. صافي كتحيد تحلي السلسله صافي وكتحيديه، صبنيه، دخليه في الماكينه ديال التصبين. هانتي وحتى داك التحتاني ديال الناموسيه ها هو رطب صراحه. حتى ولادي مهم عجباتهم، يعني الناموسيه خديتها ب 1500 درهم من عند واحد السيد في مكناس هنا في بلاص دارم. ميديكال كيف قلت لكم، غير المشكل اللي لقيت انها جاتني عاليه مع الكادر اللي درت الناموسيه. فالحل اللي لقيت هو انني غادي نحيد داك الرجلين اللي دايره في الناموسيه، حيت فيهم شي 5 سنتيم تقريبا، وغنحاول ندير رجيلات يعني فيهم 1 سنتيم، لان ما كنستافدش انني نجف لتحت ولا شي حاجه. فاش نبغي نخمن راني غنحيد الناموسيه كلها في خطره. المهم هذا الفوقاني هذا فيه حتى هو واحد البونج رقيق وزوين. وجيت هنا نفرش معكم هذاك اللي شريته هو من عند هذا مول البال، نوريكم كي داير. لان منين يعني فرشته فوق الناموسيه صافي راه هو كافي، ما غاديش ندير شي زار ديال لاستيك ولا شي حاجه، لان راه محكم يعني جاي مزير بزاف على الناموسيه، ما عنده لا فين يعواج ولا فين يمشي. ها نتوما كيف كتشوفوا هذا ديال بلاصه الصراحه، يعني كيف تيقولوا هوته وهمزه زوينه انني لقيتهم، لان كنت باغا ناخذهم وبثمن طالع والكاليتي ديالهم ما زويناش، عاديه جدا. صافي هنايا غادي نفرش عادي، ما غادي ندير لا يزار لا حتى شي حاجه لانه هو سخيخن. بعد شي مرات الصراحه كنطيحوا في دي بياس زوينين في هذا الشيء ديال البال. ما غاديش نقول لكم راه كنمشي ولا نكذب عليكم نقول لك راه كنمشي نيشان غير الجديد وغير. انا راه بنت الشعب وتا انا عاديه الحمد لله. راه فاش كنلقاو شي فرصه اللي زوينه راه حنا كنستغلوها. وهنا جيتكم يا للياتي، هنايا هذا المبل هذا كنت دايره غير ايطاج وحده تما الفوق، قلت ربما الا بغيت نحط شي حاجه عاليه نستافد منها، ولكن في الصراحه يعني ما استفدتش. جوج ديال ليطاجات ما بقيتش كنلقى فين ندير الماعن، فانا فكرت انني ندير جوج ايطاجات ما تبقاش ايطاج وحده. عبرتها لراسي وعطيت للنجار انه يصاوب لي ديك ليطاج باش هكا نستافد اكثر، ولا كان شي حاجه عاليه راني غادي نلقى لها الحل. ولكن سي دوماج عطيته صاوب لي، ولكن ما عبرتش مزيان. واحد القنيت لداخل ما عبرتوش، جات ناقشه بجوج السنتيم. هذيك الطبقه اللي لتحت راه هي ديالي القديمه، واللي الفوق هي اللي عاد صاوب لي. وبغيت نوريها لكم باش نقول لكم بان هاد الطبقه راه صاوبه لي زوينه ب 100 درهم. يعني فاش تبغيو تزيدوا شي طبقه راه ممكن. هنايا الماعن يعني كل حاجه فين حطيتها، رونت الكوزينه ماشي مشكل. المهم دابا عاد غنشوف الحل كيفاش غادي ندير. ايوا خليوني انا البنات نمشي نقاد كوزينتي ونجمع هاد الروينه هادي، وان شاء الله قريب قريب نحط لكم فيديو زوين غتشوفوا المشتريات اللي خديت ديال شهر رمضان الكريم. المعينات غزالين والاثمنه غزاله بزاف بزاف. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساونيش من البارطاج ومن جيم وكومونتيرات زوينين بحالكم. مع السلامه.